السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. ما تديوش عليا، راه عندي واحد العين منفوخه غتبان لكم في الكاميرا منفوخه. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار بديت معكم اختي من الصالون خرجت شويه اختي من الكوزينه. بديت هذا الفيديو بغيت نهضر معكم واحد 2 دقائق 3 دقائق عاد نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. المهم انا ما عارفاش واش نشوف في راسي، هنا راه كنشوف في راسي وهنا كنشوف فيكم. المهم ما تديوش عليا، راه غنتلف ما نعرفش فين نشوف. المهم حبيبات قلبي، كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، شكرا على كلامكم الزوين، شكرا لانكم باقين واقفين معايا لحد الان وباقين معايا وباقين كتتبعوني وباقي مشجعيني. انا ممنونه لكم بكل شيء والله العظيم، لهلا خطيكم عليا. بديت معكم الفيديو باش نوضح للناس على حساب المعرض ديالي اللي غادي يكون في برشلونه، ملتقى التجار الاوروبي. علاش سميتو انا اللي سميتو ملتقى التجار الاوروبي؟ لانه غيتلاقاو فيه التاجرات والتجار، يعني اللي عندهم تجاره، لا سواء عندهم المحلات وبغاو يحطوا هذاك النهار في المعرض، لا سواء كيبيعوا من الدار وبغاو يجيو يخرجوا للواقع. بالنسبه لك مثلا نتيا ما عمرك بعتي مع الناس مباشره، كتبيعي مثلا غير اونلاين غير في الانستغرام، ممكن حبيبتي انك تخرجي تواجهي الكليان منك وجها لوجه، كتهضري معاه ها بشحال هادي ها بشحال هادي. حاجه اخرى، لان المعرض حتى كيدار فيه الاشهار المنتوج ديالك او لا التجاره ديالك، كتكسبي منه كليان جداد، كتجيبي منه كتستقطبي منه الكليان. المعرض الهدف منه هو تزيدي بالمشروع ديالك الى الامام، فهمتوني حبيباتي؟ ولكن اللي بغيت نشرح هو ان هذا المعرض دخلوا عندي هكا ديال البنات من المغرب، اختي بغينا نشاركوا المعرض حبيبات قلبي كاين في برشلونه في اسبانيا، يقدروا يشاركوا فيه الناس اوروبا، اللي بغى يشارك من اوروبا كامله مرحبا به. ولكن الناس المغرب ما يقدروش، لاننا ما عندناش كنديروا لكم، يعني خاص الفيزا، خاص بزاف ديال الحوايج. مع الاسف يعني الناس ديال المغرب ما يقدروش يشاركوا فيه، ما عدا اللي كيجيو هنا وكيمشيو بغاو يجيو مرحبا بهم. لان دخلوا بزاف بنات كيقول لك حنا بغينا نسجلوا معاك، كيسحب لهم واش المعرض في المغرب؟ لا، المعرض كاين في اسبانيا في مدينه برشلونه، غادي يكون نهار 8 في شهر 6، غيبدا مع 10 ديال الصباح، غتبدا الدخله مع 10 ديال الصباح وغتسالي مع 8:30 ديال الليل. بالنسبه للدخله الوليدات راه كيدخلوا فابور، تجيبي 4 3 الوليدات ما عندكش مشكل كيدخلوا فابور. الادول يعني الناس الكبار هما اللي تيخلصوا. علاش درنا هذيك 2 الاورو ديال الدخله؟ باش الناس كيدخلوا بالنظام، حيت انا حضرت في معرض فرنسا وعجبتني الطريقه ديال النظام كيفاش كيدخلوا. وغنقدر نحاول نخلي لكم واحد الفيديو هنا، الا قدرت نخلي لكم واحد الفيديو هنايا تشوفوا الناس كيفاش كيدخلوا بالتنظيم، والمعرض مشى منظم وداكشي غزال، داكشي لحقه وطريقه. وقلت علاش لا، حتى انا بغيت شي حاجه هكا تكون في اسبانيا وتشرفنا وتشرف المغاربه ديالنا، ونبينوا التجاره ديال المغاربه في اوروبا، والناس اللي كتخدم على راسها والناس اللي كتخدم بصح وباغا تزيد القدام. المعرض هدف منه انك كتزيدي القدام، كتستقطبي منه كليان. كنديروا لك الاشهار لان كندوز عند كل وحده كتبيع وكنحط الانستغرام ديالها وكيدخلوا عندها ثاني الناس من السوشيال ميديا. وهذا مكان حبيباتي. بالنسبه للتسجيل راه ما شاء الله راه سجلوا بزاف الناس، يعني بقات عندنا واحد الكميه ديال الطوابل محدوده، ما بقاوش بزاف ديال الطوابل. انت اللي كتشوفي فيا عندك مشروع، كتبيعي الشيران، كتبيعي الحوايج، كتبيعي الديكوراسيون، عندك الكوزميتيك، كديري الماكله، كديري لي طارت، كديري المالح، كديري الحلوى، مرحبا بك. المعرض عندنا غتكون فيه واحد البارتي ديال التجاره، وغتكون واحد البارتي سميتها الريستورانتي ديال الايفينتو، يعني غتكون بلاصه الماكله والبلاصه ديال البيع والتجاره، ما يكونوش مخلطين، داكشي غيمشي منظم على حقه وطريقه. وانا متاكده غيكون واحد النهار زوين، غيجيو عندنا اختي دقيقيه الدقه المراكشيه وشويه تاع لومبيونس، واحد السويعات المكانه غيديروا لومبيونس الناس هكا، باش حتى الناس يفوجوا ويخرجوا من هذاك الروتين اللي كيكون ديال كل نهار، ويحسوا براسهم راه جاو المعرض وفوجوا، وفي نفس الوقت يشريو الهدايا للعائلات ديالهم. علاش لا؟ ممكن تشري لراسك، علاش لا؟ غيكونوا اثمنه جد جد مناسبه، لان كاع البنات اللي حاطين بنات كيبيعوا من ديورهم، يعني كيبيعوا باثمنه مناسبه غادي نقول. ولكن هاد البنيتات كلهم اللي شاركوا كيبيعوا من ديورهم، الله يسهل عليهم. بغينا نزيدو من قدام، نتمنوا ان شاء الله نتلاقاو في برشلونه، لانها مني درت شحال اكثر مده اكثر ناس عفوا كيتبعوني في اسبانيا، طلعت برشلونه هي اول مدينه فيها بزاف ديال الناس متبعيني.
كنبغي نرحب بكم انتي حبيبتي اللي كتشوفي فيا عندك عائلتك بارتينا، صيفط لها الفيديو صاحبتك انتي كتفرجي فيا صاحبتك لا جيبيها معاك نهار المعرض. ساره بغيتو تجيو تشوفوني وتلاقاو معايا، مرحبا بكم، حتى انا ما كرهتش نشوفكم ونتلاقى معاكم وما كرهتش نعنقكم وحده بوحده، لان انا بيكم كاينه هنايا. كون ما كنتوش نتوما انا ما غاديش نكون، وهذا الشيء ما كيتنكرش نهائيا، وانا ممنونه لكم وكنعتذر منكم الا قصرت في حقكم مؤخرا. التمسوا لي العذر. هادشي اللي ونبداو في الشهواس ديالنا بسم الله على بركه الله. هنايا اول حاجه غادي نحضرها هي واحد التحليه اللي كتجي رائعه وسهله واقتصاديه. عندي هنايا 2 معالق كبارين ديال مايزينا، 2 معالق اولا معلقه ونص ديال الكاكاو بودره، عندي 4 المعالق ديال السكر سنيده، ممكن ديروا اكثر على حسب الحلاوه. وعندي 2 ساشيات ديال الفلان داك الكبير اللي بالسكر. هذا علاش انا ما كثرتش السكر في الاول، ممكن في بلاصتو ديروا الكواخاده، الناس اللي كيبغيو الكواخاده ممكن ديروا الكواخاده. وغادي ندير لتر واحد ديال الحليب، يعني كل ساشي ديال فلان كتجي في نص لتر ديال الحليب مع معلقه ديال النشا باش كتعطيها ديك الخسوريه، وكتجي هاد التحليه كريميه في القوام ديالها، راها كتجي غزاله. جربوها وردوا عليا الخبار. ممكن انكم تضيفوا فيها طورون ديال اللوز اولا اللوز مطحون اولا الكوك، يعني حتى هي كتعطيها مذاق زوين، نتوما كيبقى لكم الاختيار. وهنايا خديت هاد المول دهنته بشويه ديال الزيت بعدا هي الاولى باش ما يلصقش ليا التحليه ديالي. درت هرست بسكوي عادي، غير بسكوي ديال ماريا هرستو لتحت، ممكن ديروا بسكوي ديال اللوتوس، ممكن ديروا فواكه، نتوما لكم الاختيار. انا درتها بحال الشكل ديال الطارطه، لان هاد البسكوي مني غادي نقلبها غيبقى لتحت، غتجي بحال واحد لاطارط اللي القاع ديالها ديال البسكوي، ومن الفوق كتكون كريميه بحال لاطارط. صافي كنحاولوا هكا نضغطوا على داك البسكوي شويه يدخل في الكريمه باش ما يبقاش ناشف، وغادي ندخلها للثلاجه تبرد وحتى تبرد، وعادي نقدموها بالشكل النهائي. هنا غادي نصاوب معكم واحد البسيطيلات اولا بريوات وبسيطيلات اللي غادي يجيو بواحد الحشوه مغايره ومختلفه. هاد الحشوه كنت دقتها في فرنسا عند الصديقه ديالي اميره ميزون دو سالي، وقلت ليها ضروري غادي نشاركها مع المتتبعات ديالي، انا متاكده غتعجبهم هاد الحشوه هذه لانها كتجي مختلفه وكتجي واحد الحاجه جديده في الطبيله ديالي. المهم هنايا عندي واحد الدجاجه صغيره ديال الكيلو ونص، وما درتهاش كامله، يعني حيدت منها تقريبا 2 ديال الطريفات، ودرت 2 بصلات كبارين، ممكن تضيفوا البصله اكثر الا بغيتوا. درت هنا انا اللي تعمدت ندير شويه ديال الربيع، شويه ديال واحد معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال القرفه، راس معلقه ديال الخرقوم بلدي اولا غير الملون الغذائي على حسب شنو متوفر عندكم. والزيت درت غير الروميه، ما ديروش الزيت البلديه، ديروا غير الروميه. والربيع ما تكتروش باش ما تجيكمش الحشوه خضراء. صافي حبيبات قلبي، غادي نحرك هاد الحيمات هادو في هاد العطريه حتى غادي يتلبسوا بهذيك العطريه ويشربوا لي المذاق ديال العطور. غادي نخليها تقلى واحد شويه، ومن بعد غادي نمرق عليها. غادي ندير ليها الماء غير شويه اللي غادي يطيب ليا هذاك الدجاج باش ما توحلوش في الدغميره، انها ما تدغمرش لكم دغيا. والدغميره مني كيكون فيها الماء بزاف واخا كتدغمر اين فوا كتبرد كتبدا كتطلق الماء، وحنا ما بغيناش تطلق لنا الماء. هنايا درت شويه تاع اللوز يتقلى في هذه المقيله هذه، كنديروه في زيت بارده وكنبقاو نحركوه حتى كيتقلى. ايوا صافي حبيبات قلبي، كيف قلت لكم هنا درت المريقه غير الكافيه، ما تكثروش بزاف اللي غطيب لكم فقط الدجاج. شوفوا حنا الدجاج براسو ما غطيتوش، غير مره كنقلبوا هكا بداك المريقه. وهذه هي السر ديال هاد الحشوه اللي كتخليها تجي معلكه وبنينه وفيها واحد المذاق مختلف تماما على البسطيلات العاديين اللي مولفين كتاكلوهم. عندي هنايا واحد الكميه قليله ديال العنب اليابس، هذاك اللي كيكون كبير، الا كان هذاك الصغير قطعوه غير على 2 طريفات وخليوه، ممكن تخليوه هكاك. عندي كميه ديال المشماش، لكم الاختيار ديروا الكميه اللي بغيتو. درت عليهم معلقه كبيره ديال الزبده، 4 المعالق ديال السكر اولا غير 3 على حسب الذوق لانهم هما اصلا حلوين. ودرت راس معلقه ديال القرفه، وزدت واحد الخنيشه، ها هي فين زدتها دابا غير ما بانت ليش في التصوير، ديال زهره البرتقال، راه هي فين محطوطه حدا الطنجره اللي كيطيب فيها الدجاج. صافي غادي نبقى نعلك هاد العنب اليابس وهاد المشماش حتى غادي يطيبوا، ولكن اكيد ما غيطيبولناش غير في هاد الزبيده. ضروري نضيفوا السوائل، ما غاديش نضيف الماء، غادي نضيف شويه تاع ما الزهر. الا نتوما ما كتبغيوش المذاق ديال الزهر ممكن تضيفوا ربع كاس ديال الماء وتخليو هذاك المشماش يطيب يتعلك في هذيك المقيله. صافي طفيو عليه وتخليوه يبرد. هنا راه طاب ليا الدجاج، غادي نحيدو
وغادي نخلي هذيك البصيله كتدغمر تما على عافيه، تكون ما مهيله ما متوسطه. واخيرا باركوا ليا اختي راني صابت البوطه. كانوا دوك الريوس ديالها كلهم ماشي ديالها، جايه بالريوس مختلفين، يعني جاو ناس مختصين في البوطاغاز هما اللي صاوبوها ليا. والحمد لله دابا خصني نبدل الماعن اختي، كلشي ماعني ضاعوا ليا، كلشي خسروا ليا. المهم دابا ما تبقاوش تسمعوني اختي كنشكي على البوطه. صافي داك الدجاج بعد ما فرتتو ديك البصيله الدغمرات كيف كتشوفوا نشفات، ما بقاش فيها الماء، خليت غير البصيله مدغمره وزدتها على هذاك الدجاج، وكنحاول نلبس هذاك الدجاج مزيان بديك الدغميره. صافي وغادي نزيد هنايا هذيك المشماش والعنب اليابس اولا الزبيب اللي عسلناهم، وغادي نضيف واحد الكميه تاع اللوز اللي مقلي. هذاك اللوز اللي قليناه وهرمشناه كتخليوه هكا مهرمش، كلشي كيتخلط مع بعضياته، ما كنخليوش كل حاجه بوحديتها لان حنا غنديروا بهم بريوات وبسيطيلات غير صغيورين، نخلطوا كلشي مع بعضياته راه كتجي لذيذه والبنه تاع حاجه كتطلق في حاجه. المهم هنا انا كنت بغيت ندير بريوات كبارين، هذا علاش قسمت الورقه على 4 وما تحقروش هاد الكميه ديال الحشوه، تبارك الله راه خرجت الخير والبركه. وانا كنديرهم كبارين، البريوات درتهم كبارين والبسيطيلات درتهم صغيورين، درتهم ميني. صافي كنبقى نلوي بالطريقه العاديه، كندير الحشوه في الجنب، كندير عليها شكل مثلث وكنبقى غادا فيها، ما كنسدها حتى بشي حاجه. الا بغيتو تسدوها بغيتوها تجيكم فينيه مزيان سدوها ببياض البيض. دائما كنقول لكم ورقه الفيلو كتبغي بياض البيض، سواء في المقله او لا في الفران. هذوك الحاشيات اللي كيبقاو لكم طالعين سدوهم ببياض البيض. انا بصراحه مع كنت مرونه، وهانتوما غتشوفوا ولادي كيفاش كيديروا ليا، راه والله العظيم ما كنصور الفيديو حتى كيغفر لي الله في الذنوب. راه قلت واخيرا صورت هذا الفيديو، ولكن راه ربي اللي عالم راه ما كنصور حتى كيغفر لي سيدي ربي في الذنوب، لان ولادي ما شاء الله عليهم حركيين، هذوك الجوج الصغارين دايرين بحال التوام ومولفيني كيبقاو حدايا فين ما مشيت خصهم يكونوا حدايا، وما كيخليونيش نصور البنات، ما كيخليونيش نخدم. يعني كنحاول انني نصور ونخدم ولكن راه ما كيخليونيش. ايوا كنحاولوا نتعافروا مع الوقت. المهم صافي انا هاد الحشوه درت منها بسيطيلات ودرت منها بريوات، يعني نتوما لكم الاختيار. كندهنها غير بشويه ديال الزيت باش كتحمر من الفوق صافي، وكندخلوهم للفران يطيبوا. وهنايا بالنسبه للفران كتدخلوهم على 170 درجه من الاسفل ومن الاعلى اولا بالمروحه. هنا غنصاوب معكم واحد الكراطان، هنا راه كان الكراطان مصور قبل من قبل من البريوات، غير هما كنمشي لكم مرحله بمرحله باش ما تلفوش في الفيديو. عندي هنا الشيفلور الابيض اولا القرنبيط، وعندي البطاطا الكميه اللي بغيتو نتوما. درتهم في واحد الكسيرينه ودرت عليهم مليحه، سلقتهم وخليتهم نشفوا وقطرتهم مزيان من الماء. هنايا غادي نديرهم على شكل كراطان. عندي هنا الكريمه السائله ديال غاستروميكس. انا عاود نقول لكم البنات هاد الكريمه راه ما كايناش في اوروبا، هاد الكريمه كاينه اختي في المغرب، انا جاتني من المغرب، ولكن راه احسن جبن ممكن تستعمليه هو هذا، احسن كريمه ممكن تستعمليها هي هذه. انا دخلوا عندي الناس هنا خدامين عندهم الريستورات وقالوا لي اختي قولي لنا كيفاش درتي حتى جبتي هذيك الكريمه، لاننا فايتنا جبناها من المغرب والخدمه ديالها رائعه، ولكن كنلقاو يعني ما كنلقاوش اللي يجيبها لنا دائما. يعني نتوما اللي عندكم العائلات ديالكم هما غيوصلوها لكم حتى لتما حتى لاوروبا. المهم حبيباتي هنا درت شويه تاع الكريمه في القاع، ودرت البطاطا، درت الشيفلور، درت الطون، ودرت الزيتون مقطع. غادي ندير الزعتر وغندير شويه تاع الربيع مجفف، ونعاود ندير واحد شويه تاع الكريمه السائله هكا من الفوق، ما كتحتاجوا لا طيبوها لا والو. صافي كنديرها من فوق. ولكن عرفتوا راه البنات راه بنينه بنينه بين البنات اللي مجربينها اكتبوها لي في التعاليق، انا متاكده راهم كتشكروها لانها حقا لذيذه، لا علاقه بالكريمه ديال هنايا ديال اسبانيا، لا علاقه. صافي وباش يتكراطينا ليا هذاك الكراطان ديالي من الفوق، فغادي ندير هاد الجبن، يعني غادي ندير الميلكه وغادي ندير الجبن الاحمر، غادي نقطع طريف طريف. وكيف شفتوا معايا هذاك الجبن راه كيبقى واحد المده طويله، راه ممكن يبقى معاكم حتى لشهر في الثلاجه، حتى شهر ونص. بالنسبه لهاد الجبن اللي كنقطع فيه دابا والكريمه راه تقدر تصبر معكم حتى شهر في الثلاجه وهي محلوله، فقط كتسدوها بالغليقه ديالها. وكيف شفتوا راه فيها ديك الغليقه راها عمليه، وكتخليوها كتحتفظوا عليها، راها كتصبر معكم واحد المده طويله. واهم حاجه ان هاد الجبن تبارك الله كيزكى وكيبقى، يعني غتشريه 2 مرات في رمضان، ما غتبقيش كل دقيقه كتشري الاجبان، غتشري وحده من هذه وحده من هذيك النوع اخر، وكتبقاي كتغيري بهم وغيبقاو معاك رمضان كامل. يعني جوج انواع غيبقاو معاك رمضان كله ان شاء الله. ايوا المهم دخلت الكراطان ديالي الفران يتكراطينا، وغادي نصاوب معكم هاد الفطائر التركيين اللي كيجيو ساهلين بساط.
دغيا كيوجدوا. المهم انا غتقولوا لي الفيديو اليوم عامره خصي قلتي لنا غديري لنا غير شي وحده. اليوم جايين عندي الضياف، فانا توجدت في طير على قد الحال. وقلت نشاركوا معكم، علاش لا، قلت دايره ارى نصور البنات نشارك معاهم، شحال هذه ما شاركت معاهم حتى حاجه. قبلوا عليا حبيبات قلبي وما تديوش عليا، ودعيوا معايا دعيوا معايا في هذا رمضان، دعيوا معايا من قلبكم والله العظيم، دعيوا معايا انني نرجع لكم يعني كيف ما كنت، لان راه لا يعلم الغيب الا الله. صافي حبيبات قلبي. المهم هنا درت واحد المعلقه ديال الزبده، درت معلقه ديال السكر سنيده، درت تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال الملحه، و600 غرام ديال الطحين، وعندي نص كاس ديال الحليب بارد. وغادي نكمل بالماء دافي. الماء دافي هو اللي غادي نعجن به. الدور ديال هذاك الحليب والزبده كيخليو لنا العجينه فيها واحد القوام رطب بزاف، هشيشه، وكتكون بنينه. يعني ما كتاكليش واحد الفطائر غير الخبز حافي والسلام، لا كتاكلي البنه. صافي هنا كندلك العجينه ديالي مزيان. هنا خصي راه العجانه فينا هي، ولكن هذا النهار جاتني الحداقه رشقت ليا نعجن بيدي يا اختي. صافي حبيبات قلبي، هنا غندلك العجينه ديالي مزيان، وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونخليها ترتاح، نغطيها ونخليها تختمر. الحشوه من الاحسن توجدوها قبل ما ديروا عفوا الحشوه لقيت راسي جالسه كندور في الكوزينه وما قطعتش هاد اللقطه في الفيديو، غنخليها خصي ما فيها ما يرجع يقطعها. كيف قلت لكم الحشوه هذه اللي غنصاوب معكم من الاحسن تصاوبوها قبل ما تعجنوا العجينه وخليوها تبرد باش هكا تسرعوا الخدمه ديالكم. صافي. حيت انا في الاول كنت غادي نديرهم غير بالجبن، شويه شفت العجينه كثيره قلت ارا ندير نص مالح وندير نص حلو. عندي هنا مقيله درت فيها واحد جوج فلفلات مقطعين، واحد البصيله مقطعه درت عليهم شويه ديال الزيت، غندير عليهم شويه ديال الملحه، يمكن درت الملحه ولا مازال غنكون درت الملحه. وغادي ندير هنا عندي واحد 300 غرام ديال اللحم المفروم اولا الكفته. صافي حبيبات قلبي غادي نحرك هاد الكفته مع هاد الفليفله، وهاد البصيله حتى غادي تشحر او تفرتت، يعني ما تبقاش عندي الطروفه كبارين. صافي ديك الساعه كنضيفوا العطريه، ضفت معلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره، نص معلقه ديال الابزار، وغادي ندير نص معلقه ديال سكينجبير. انا عندي العطريه كلها مطحونه على اليد، كتطلق واحد البنه زوينه، ومعلقه صغيره ديال الملحه. صافي غادي نحرك مزيان هاد الحشوه ديالي، ما غنضيف حتى شي توابل اخرين. شوفوا كيف شفتوا معايا كنحاول نهرس هذيك الكفيته باش ما يكونوش الطروفه ديالها كبارين ونيس تدخل فيها البنه كامله. صافي غادي نخليها هنايا تبرد، لان صافي غادي نطفي عليها. هنا غادي نزيدها فقط واحد جوج معالق ديال الكيتشوب وواحد المعلقه ديال الصلصه الحاره. جربوا هاد الحشوه وردوا عليا الخبار، انا متاكده غتنال الاعجاب ديالكم. هنا العجينه ديالي بعد ما خمرات كنحاول نحيد ليها هذيك الخميره وكنقسمها على جوج، كنحاول نقطعها اطريفات ونديرها هكا كويرات. صافي حبيبات قلبي انا هنا حاولت انني نعبرها باش هكا نجيوني قياس واحد، يعني ما تجينيش وحده اكبر من وحده وحده اكبر من وحده. صافي هذا ما كان البنات، كنحاول نقسمهم وغادي ندوز باش نعمرهم. الطريقه انا عجزت، تخيلوا معايا عجزت نجبد الدلاك باش نبقى نطلقهم، لانهم اصلا العجينه رطيبه، طلقتهم غير بيدي هكا. كنحاول نطوي هذوك الجنيبات ونقرصها من الجنب بحال الشكل ديال العوينه اولا واحد الشكل باخره. صافي غادي ندوز دابا باش نعمر بالحشوه. كيف قلت لكم غادي ندير النص بهذيك الحشوه المالحه، والنص غادي نديرو غادي نديرو بالجبن الطري والعسل، يعني الفطائر التركيين اللي كيجيو بالجبن والعسل والزنجلان الكحل. صافي هنا كنعمر الحشوه ديالي في هاد الفطائر هادو، ممكن ديرهم كاملين بنفس، يعني هاد الحشوه اللي درت انا معكم راه تكفيكم في هاد الكميه العجينه كامله، ما نحتاجوش انكم تقسموا على جوج وتشيطوا الحشوه. انا شاطت لي الحشوه ولكن انا ما عنديش مشكل، لانني ما كنصورش دابا لكم كل نهار. الا شاطت ليا شي حاجه كنخليها لغد لي وكنعمر بها، يا اما بيتزا يا اما شي سخربيقه باش كنفطر انا بوحديتي. راكم عارفين انا بوحديتي تنصوم، يعني ما كنقدرش نطيب الماكله بزاف. وصافي هذا ما كان. المهم حبيباتي هنايا درت الجبن طاري، يعني الجبن فريسكو في هاد الفطائر النصف الثاني، وغنخليهم حتى غادي يطيبوا. غادي نخوي عليهم شويه ديال العسل، غنحليهم شويه ديال العسل. هادو كيجيو بالجبن والعسل كيجيو فنين، وش حاجه مختلفه هكا في الطبيله ديالكم. شوفوا الافطار ديال رمضان غير اللي قسم الله، غير اللي كان. المهم الانسان كي يعمر الطبيله مع وليداتو والجماعه هي كل شيء.
والله العظيم انا كنشوف العائلات هكا وهذا كيعجبني الحال. انا راه كنحماق على رمضان بالجماعه والعائله، ولكن الحمد لله هذه الغربه ما عندنا ما نديرو، حنا خسارين الغربه فخصنا نتحملوها. الحمد لله على كل حال، الله يقدرنا والله يصبرنا عليها. المهم حبيباتي، انا دخلتهم الفران على 160 درجه ودرت المروحه. ممكن تزيدوا 170 لكم الاختيار على حسب الحراره اللي عندكم في الفران. وهنايا التحليه ديالي ها هي راها وجدات، غادي نحاول نقلبها. المهم هاد التحليه البنات راني عاودتها جوج المرات. البنات اللي كانوا معايا في الانستغرام راهم اللي عارفين عصر المود ديال الضحك. هذه راه درت الاولى وكنت كنت نسيت فيها الفلان، ما درتوش، درت غير نشاو مع التلفه وولادي وداك الشيء. عاود صورت لكم الثانيه، لان الاولى نسيت فيها الفلان ما درتوش وما تجمعاتش، ولا ديرها بحال الحريره. عصر البنات في الانستغرام كيضحكوا عليا، شبعوا عليا ضحك. ايوا صافي، هنا زوقتها بشويه تاع الفريز وحبيبات ديال الشوكولاته اللي معمرين لداخل باللوز، ولا كيكونوا غير عاديين. المهم نتوما كتزينوا باش ما بغيتو. البريوات ديالي والبسيطيلات غندهنهم بشويه العسل. واخا يبان لكم العسل كثير، راه مع كيهبط مع الجناب، راه يلاه كتشد لك واحد شويه تاع العسل اللي غيشد لك هذاك اللوز من برا. وانا اصلا كيعجبوني هادو يكونوا معسلين ويكونوا حلوين. نتوما لكم الاختيار، يعني بغيتو دهنه خفيفه تديروا غير دهنه خفيفه، لكم الاختيار ديروا ما بغيتو. ايوا هانتوما مره يجيو عندي كيبكيو مره يجيو ضاحكين، المهم ضروري كيبقاو مخشيين حدايا في الكوزينه. الحاجه اللي غديريها في ساعه المكانه غتولي دايرها خصي في 4 السوايع. صافي انا هنا دهنت البسيطيلات ديالي والبريوات بالعسل، وغادي ندير لهم شويه تاع اللوز محمر. هنا اللوز راه تلهيت عليه شويه وتحمر بزايد، ولكن الحمد لله ماشي تحرق، غير تحمر بزايد. البريوات غادي نرشهم شويه تاع السكر كلاصي، والبسيطيلات غادي نخليهم غير هكاك. واخا رشيت هادو اللي في الطاوه هادو غير تدويقه، دوقت بهم الصديقه ديالي. والاخرين اللي في البلاطو خليتهم هكاك، غادي ندير لهم غير واحد وريضه بلديه وصافي. صافي تنهزهم وتنديرهم في البلاطو، تنقدمهم تقديم على حسب الرغبه. نتوما كتقدموا على حسب الرغبه حبيبات قلبي، وبالصحه والعافيه. جربوهم وردوا عليا الخبر، انا متاكده غينالوا الاعجاب ديالكم. وواحد الحاجه اللي مختلفه على العاده، صافي هادو ديال الجبن غادي نزيد عليهم شويه ديال العسل هكا من الفوق، وهادوك اللي مالحين كنخليهم هكاك. المهم اهم حاجه في هاد الفطائر البنات كيبغيو يتكالوا هما سخانين، ما كيبغيوش يتكالوا باردين. يعني هما واخا كيبردوا كيبقاو رطبين، ولكن من الاحسن تاكلهم سخونين. داك الجبن كيكون باقي طري مع ديك العسيله سخونه، عرفتوا راه كيحمقوا غير هادو مع كويس ديال اتاي. هادو في السحور بعدا فنين، تسحروا بهم والله العظيم الا فنين. شوفوا هنا راه غيبان لكم اللقطات مخلطين، لان كنت درت العسل هادو هما الاولين، عاد دزت عسلت البسيطيلات، ولكن ما كنبغيش نبقى نخربق التصوير. صافي كنبقى غادا كيف ما انا غادا في الكوزينه، غير كنحاول في التصوير نلصق لكم اللقطات حدا بعضياتهم وكل حاجه بوحديتها باش ما ترونوش. صافي هنا راه غير ذوقتهم بهذيك الطوماط سوغيز من الجناب، واخا هما ما كيمشوش مالحين ولكن كيمشيو مالحين حلوين، فهمتوني. لكم الاختيار تذوقوا باش ما بغيتو. وهادو شوفوا معايا كيفاش كيجيو فنين رطيبين. غير هما الا بغيتوهم يتلاصقوا لكم حاولوا تبعدوهم على بعضياتهم. وشوفوا خصي التعليكه ديال الجبن، يا سلام. عرفتوا راه هاد الجبن غزال بزاف. انا اللي ننصحكم انكم تشريوه، لانه اولا اقتصادي وكيدي واحد الكميه كبيره معاك. كيف قلت لك راه غير جوج تشريهم غيديو لك رمضان كامل. الا كنتي طبعا ما كديريش بزاف ديال الشهيوات بالجبن في النهار، يعني ما يمكنش كل نهار غديري حاجه فيها الجبن. راه نهار كنديروا حاجه فيها الجبن، نهار ما كنستعملوهش وهي غاده. صافي التقديم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. بما انهم هما هكا جاو طوالين قدمتهم في هاد الصحون، راه حتى التقديم كيلعب دور. وصافي. فكان هنا سال الفيديو ديالي، هنا كنحط الفطاير ديال الصديقات اللي جاو عندي كيساعدوني. ومرحبا بهم، مرحبا باي واحد جا عندي، ومرحبا باي واحد كبر بيا. وحتى انا كنبغي الجماعه وعزيز عليا الوناسه. وهذا ما كان. فكانت هذه الطبيله ديالي، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الصراحه ما قديتش نبقى نقطع في داكشي في الماكله والناس باقي ما جلسوش في الطبله، جاتني عيب يعني حدي غادي نقطع معكم غير هاد الكراطن نوريكم غير التعليكه. هاد الكراطن بنين حماقوا عليه الضياف ديالي. وكيتسالى الفيديو ديالي هنا حبيبات قلبي، نتمنى نتلاقى معكم في فيديو جديد. مع السلامه.